اللي بيحصل معايا في الحلم. بس برضه في نفس الوقت أنا كنت وعندي 25 سنة، عايشة في محافظة الغربية، معايا بكالوريوس آداب، وبشتغل مساعدة في صيدلية واحد جارنا علشان أساعد جوزي، لأن المرتب بتاعه كان قليل جدا، وهو بيشتغل في ورشة بعيدة عن البلد بتاعتنا بحوالي كده تقريبا نص ساعة. وما كنتش أتخيل في يوم من الأيام إني أخلي واحد تاني غير جوزي يلمسني وكمان برضايا. جوزي كان غلبان جدا وملهوش في أي حاجة خالص، كل حياته عبارة عن شغله وبس. أنا بقى متجوزة بقالي سنة بالظبط، بس لسه ربنا مرزقنيش بأطفال، وعملت كل حاجة ممكن أي حد يتخيلها. كشفنا عند دكاترة كتير قوي وعملنا كل حاجة، وكل الدكاترة يقولولنا انتم كويسين ومفيش حد فيكم عنده أي مشكلة طبية. حياتي بصراحة كانت ماشية كويس جدا وحلوة، بس كان موضوع الخلفة ده أكتر حاجة مضايقاني، خصوصا بقى إن حماتي كل شوية تتكلم وتلقح عليا بالكلام، وأنا كمان ما بقيتش حابة إن أنا أنزل عندها بسبب الموضوع ده. وبصراحة تعبت نفسيا لحد كده من حوالي 4 شهور بالظبط. بدأت كده أحلم أحلام غريبة، وكنت كل يوم بالليل بصحى مرعوبة، وخصوصا إن جوزي بيبات بره في الشغل بتاعه، وبيرجع الصبح، وبكون نايمة لوحدي في الشقة كلها. ومخبيش عليكم لما بدأت أحلم الأحلام دي حاولت في الأول إن أنا أتجاهل الموضوع وما اهتمتش، بس الأحلام دي فضلت مستمرة معايا كتير، لدرجة إن أنا بقيت أحلم تقريبا كل يوم، وكنت بحس إن في حد بيجي يكتفني ويخليني مش قادرة أتكلم ولا أتحرك، وأحس إن في حد بينام معايا وجنبي وبيعمل علاقة كاملة كأنه جوزي بالظبط. وكنت بحس بكل حاجة كأن فعلا في واحد نايم معايا على السرير، وبحس بكل حاجة بيعملها. في الأول أنا كنت ببقى خايفة من الأحلام دي جدا، لأنها كانت بتجيلي، بس مع الوقت ومع اللي بقى يحصل لي في الحلم خلاص عرفت ايه اللي هيحصل، بقيت استمتع بالموضوع أكتر. وفضلت على كده بصراحة حوالي شهرين، وما حكيتش لحد عن أي حاجة بتحصل معايا خالص، ولا كنت عارفة ايه ده. بصراحة كنت مكسوفة أحكي لحد عن اللي بيحصل معايا في الحلم، بس برضه في نفس الوقت أنا كنت عاوزة أعرف إيه اللي بيحصل معايا ده، وليه أنا اللي بيحصل معايا كده. لحد ما في يوم من الأيام حكيت لواحدة صاحبتي دي مقربة ليا قوي، بعتبرها أختي اسمها داليا، وعارفة إن هي هتكتم سري كويس قوي ومش هترضى تقول لحد. وحكيت لها على كل اللي بيحصل معايا في الحلم. قالت لي دي حاجة اسمها جن عاشق، وده غلط، ولازم تروحي لأي حد علشان يعالجك، شيخ قلت لها بس أنا معرفش حد ومليش في الحاجات دي انت عارفة. قالت لي طيب بصي يا ستي، أنا هسألك على حد، ولو كده ما تقلقيش أنا هروح معاكي. في الأول أنا بصراحة اترددت شوية، وبصراحة كنت خايفة أروح على حد زي الناس دي، بس في الآخر كنت مضطرة إن أنا أوافق. وبعد 4 أيام لقيت داليا بتكلمني وبتقولي إنها وصلت لحد شغال في الحاجات دي وبيعالج وشاطر. قلت لها طب هو انتي تعرفيه معرفة شخصية وكده؟ قالت لي لا، أنا معرفوش معرفة شخصية ولا حاجة. قالت لي إنها جابت رقمه عن طريق النت، بس قالت لي ما تقلقيش. المهم داليا اتصلت بيه وحددت معاه ميعاد، وقال لها إن هو ما عندوش وقت خالص فاضي الأسبوع ده، فحددنا يوم الأربع الأسبوع اللي بعده، وادالنا العنوان بتاعه بالتفصيل. وساعتها بقى كنت خايفة، ما كنتش عارفة أقول لجوزي ولا لأ. سألت داليا، قلت لها أقول لجوزي قالت لي بصي، ما اوعي تعرفي حد حاجة، واحنا كده كده مش هنتأخر هناك، كأنك رايحة الشغل بتاعك ومحدش يعرف حاجة. قلت لها خلاص تمام. وفضلت مستنية يجي يوم الأربع وأنا عمالة أفكر في الموضوع، وبصراحة كنت خايفة جدا لأني أول مرة في حياتي أتعرض للموقف ده أو ألجأ لحد في حاجة زي كده. فرحت متصلة بداليا وقلت لها أنا قلبي مقبوض قوي وخايفة أروح له. قالت لي يا حبيبتي ما تخافيش، والله أنا كده كده هكون معاكي، فخايفة من إيه بقى؟ المهم قاعدة تطمني لحد ما أنا هديت،
ويوم الأربعاء الساعة 11 لقيت داليا بتتصل بيا على التليفون وقالت لي إن احنا خلاص اتفقنا معاه فلازم ننزل. قلت لها تمام، هنزل معاكي بس استني بس اما جوزي يروح الشغل بتاعه وهنزل. ونزلت طبعا، قابلت داليا على الساعة 4 وركبنا ورحنا المكان الراجل اللي كان مديهولنا. دخلنا في الأول كده، البيت كان عبارة عن بيت قديم قوي، والبيت ده كان عبارة عن دور واحد، دور أرضي وفيه شقة واحدة. وراحت داليا مطلعة الموبايل بتاعها يعني ومتصلة بيه، وقالت له احنا خلاص وصلنا واقفين قدام في مدخل البيت. فجأة كده لقينا باب الشقة اللي قدامنا اتفتح، وواحد راح قال لنا تعالوا اتفضلوا. طبعا أنا لما دخلت كنت فاكرة ان انا بقى هلاقي راجل عجوز او كبير في السن زي ما كنت بشوف في الافلام زي ما انتوا عارفين، لكن بالعكس انا لقيته شاب عنده حوالي 35 سنة. فاستغربت. المهم دخلنا وقعدنا، والشقة كانت مليانة كده كتب قديمة وصور غريبة متعلقة على الحيطان. قعد معانا وقعدنا نتكلم وندردش شوية. ما حسيتش انه واحد يعني من حد من الناس بتوع الأعمال والحاجات دي، وعرفت ان هو شخص عادي واسمه وائل او ابو وعد. فبقوله ربنا يخليها لك يا رب. قال لي انا مش متجوز. قلت له امال انت ازاي اسمك ابو وعد؟ قال لي لا لا، ده مجرد اسم من اسماء السماء يعني، مش اكتر من كده. ووائل زي ما قلت لكم كان شاب في الثلاثينات وكان طويل وبيضاني وعنده لحية خفيفة، يعني كان في نظرة غريبة قوي. كنت بحس انه لما بيبص في حاجة كده في عينه كأنه بيشوف اللي جوايا على طول. قعدنا نتكلم وانا حكيت له عن الاحلام اللي انا دايما بحلمها بالتفصيل، وكان بيسمعني باهتمام ومركز في كل كلمة بقولها له. وفي الاخر بعد ما خلصنا كلام قال لي ما تقلقيش ما تقلقيش ان شاء الله خير، هاتي رقم تليفونك وانا هكلمك النهارده هقولك نعمل ايه بالظبط. المهم اديت له رقم تليفوني ومشيت انا وداليا. وبعد ما مشينا من عنده لقيت داليا بتسألني بتقولي حسيتي بإيه؟ قلت لها مش عارفة، بس أنا حاسة إن أنا مرتاحة ومش قلقانة زي الأول. وروحت البيت ودخلت عند حماتي سلمت عليها وقعدت معاها شوية، وروحت طبعا على طول لأني خفت لحسن جوزي يتصل عليا وأنا قاعدة معاهم. وعلى الساعة 9 بالليل كده لقيت موبايلي بيرن، فبصيت كده لقيت رقم غريب. قلت بس ده أكيد وائل، رديت عليه وطلع فعلا هو. وفضل بقى يتكلم معايا كتير جدا، وحسيت قد ايه ان هو مهتم بكل حاجة انا حاسة بيها. وفي وسط الكلام سألني هو مين عارف الموضوع ده غير صاحبتك؟ وقلت له مفيش حد تاني يعرف. قال لي طيب بصي مبدئيا كده علشان تخفي من الموضوع ده وينتهي خالص لازم الموضوع ده يكون سر ما بيني وما بينك ومفيش مخلوق تاني يعرفه. قلت له طيب ما صاحبتي عارفاه. قال لي بصي هبقى اقولك بعدين، بس انا عاوزاكي بس بعد يومين تعرفيه صاحبتك دي ان انتي خفيتي خالص، وانك كمان بقيتي كويسة وما بقيتيش تحلمي بأي حاجة، وتنهي مع صاحبتك الموضوع خالص وما تحكيلهاش عن اي حاجة بعد كده بخصوص الموضوع ده ولا حتى عن كلامي معاكي. اتفقنا؟ قلت له خلاص حاضر حاضر اتفقنا. وسألني هو انتي متجوزة ولا لأ؟ قلت له انا متجوزة بقالي سنة بس لسه ربنا ما رزقنيش بأطفال. قال لي ما هو ده السبب، هو ده السبب اللي خلاكي لحد دلوقتي ما تخلفيش. قلت له ايه هو السبب؟ قال لي انت في عليكي جن عاشق، وهو ده اللي معطل موضوع الخلفة عندك، وهو ده اللي بيجي ينام معاكي بالليل. قلت له انت ليه بتخوفني اكتر بكلامك ده؟ قال لي ما تخافيش طول ما انا معاكي، المهم تسمعي كل كلامي في كل حاجة انا بقولها. قلت له خلاص حاضر. قال لي طبعا انتي حماتك كلمتك اكتر من مرة على موضوع الخلف وانتي طبعا متضايقة بسبب الموضوع ده. قلت له صح، انت كلامك مظبوط جدا، انا حماتي مش سايباني خالص في الموضوع ده، بس انت عرفت منين حاجة زي كده؟ قال لي عرفت من ايه؟ ما هي دي شغلانتي يا بنتي. قلت له كلامك مظبوط انا اسفة. قال لي عموما ما تقلقيش، هو انتي متعودة تنامي الساعة كام؟ قلت له يعني انا بنام على الساعة 10 او الساعة 11. قال لي خلاص انا هفضل اتكلم معاكي لحد ما تنامي علشان تبقي مطمنة يعني ومرتاحة. قلت له تمام. وفضل فعلا يتكلم معايا اليوم ده لحد ما نمت. والغريب فعلا ان اليوم ده ما حلمتش باي حاجة، وحسيت اني نمت وارتحت جدا وكنت قايمة مبسوطة. وتاني يوم على الظهر كده رحت متصلة بيه وقلت له انا الحمد لله ما حلمتش باي حاجة النهاردة. قال لي خلاص طب كويس قوي، بس لازم تجيلي حوالي 5 جلسات علشان نعالج الموضوع ده خالص.
قلت له تمام. قال لي بس اهم حاجة صاحبتك زي ما قلت لك ما تعرفش اي حاجة، يعني المرة الجاية اللي هتيجي فيها ما تجيبيهاش معاكي وتيجي لوحدك. قلت له حاضر. وبصراحة بقيت أثق فيه وفي كل حاجة بيقولها لي أعملها يعني، وبقيت أعمل أي حاجة يقولي عليها، وبدأت أروح له في الأيام اللي بيقولي عليها حتى ولو مرة كل أسبوع. وكان بيخليني أحكي الحلم بالتفصيل لدرجة إن في كلام ما ينفعش إن أحكيه قدام الراجل، بس هو كان بيخليني أقول. هو قبل ما أخلص كلام معاه فجأة كده ثواني ولقيته عمال يتكلم، وحسيت ان حد بيتكلم يعني مع حد تاني، مع ان مفيش غيري انا وهو بس اللي كنا قاعدين في الأوضة. وبعد ما خلص كلام قال لي خلاص انا اتأكدت من المشاكل اللي عندك وكمان عرفت علاجها. قلت له ايه هي المشاكل اللي عندي دي وايه علاجها؟ قال لي زي ما قلت لك قبل كده، انت عليكي جن عاشق، وهو ده اللي مأخر موضوع، لانه كان منبه عليا اني ما اقولش لحد او اخد رأي حد، لان انا من البداية مشيت الموضوع كله لوحدي. وصاحبتي خلاص عرفتها ان انا خلاص خفيت من بدري وبقيت كويسة. وبعد بقى ما فكرت كتير قلت خلاص مش مشكلة ان ده يحصل، المهم ان انا اتعالج واخف وارتاح من الهم اللي انا فيه ده. ورحت له تاني يوم وانا مستعدة وعارفة ايه اللي هيحصل معايا، بس في نفس الوقت كنت قلقانة وخايفة ومرعوبة. اول ما دخلت له قفلت باب الشقة ورايا، وبعد كده دخلت الأوضة بتاعته اللي هو قاعد فيها. لقيته بيقول لي على فكرة انا اول مرة حد يطول معايا كده في الموضوع العلاج. قلت له خلاص انا معاك واللي تقول لي عليه انا هعمله. قال لي طب انت جاهزة ننفذ الطلب اللي انا طلبته منك؟ قلت له اه انا جاهزة. قال لي طيب تمام تعالي، وراح قايم ومدخلني أوضة تانية كان فيها سرير بس ما فيهاش اي حاجة تانية غير السرير. قال لي تحبي تكوني صاحية وانا نايم معاكي يعني، ولا عاوزة تحسي ولا تحبي تكوني نايمة؟ قلت له يعني. قال لي يعني ممكن ان انت تتضايقي ان انا اكون نايم معاكي، انا ممكن اديلك منوم لحد ما اخلص معاكي وما تحسيش بحاجة علشان نفسيتك ما تتعبش بعد كده يعني، ان ده حصل يعني. بصراحة انا خفت وقلت له لا انا مش عايزة منوم، انا عارفة ان اللي هيحصل ده علشان مصلحتي وعلشان علاجي ومش هزعل. قال لي طيب بقى اخلعي الجيبة والبلوزة دول ونامي على السرير، ولا اقولك انا هخلعهم لك؟ ولقيته راح واقف وكنت واقفة قدامه بدأ يقلع عن البلوزة والجيبة اللي أنا كنت لابساهم وراح منيمني على السرير، وراح مشغل لمبة اللي هي لونها أحمر هادي خالص وجه ونام. ولحد ما حسيت إن أنا جسمي ساب خالص، وبعدها لقيته قام وبدأ يعمل معايا كأنه جوزي بالظبط، عمل معايا كل حاجة ممكن أي حد يتخيلها. كنت وقتها مستمتعة جدا بس في نفس الوقت مش عارفة هل ده صح ولا غلط، وفضل نايم معايا حوالي ساعتين. وبعد ما خلص وقام ولبس هدومه أنا كمان لبست هدومي. قال لي الجن العايش ده عنده حق، بصراحة هو عشان لقاكي ان انتي جميلة فجالك، بس بعد كده بقى ما تبقى فيش قدام اي مراية في الحمام وانتي مش لابسة. قلت له حاضر، وقلت له خلاص كده خلاص كده انا كملت علاجي. قال لي لا خلاص ايه ده انتي فاضلك مرتين تاني. قلت له يا لهوي مرتين ايه؟ قال لي لازم انام معاكي مرتين تاني. حسيت بقى ساعتها ان هو زي ما يكون بيضحك عليا وانه بيقول لي كده علشان هو حابب ينام فعلا معايا. بس قلت في بالي خلاص ما جاتش يعني على مرتين، بس المهم الاقي نتيجة وعلاج. ورحت له فعلا المرتين وعمل نفس اللي عمله معايا في اول مرة. وبعدها قعد يقرا كلام كتير كده ما كنتش فاهماه، ولقيته بيقول لي خلاص انتي المفروض تكوني كويسة. وجيت بعد كده اديله فلوس مرضيش ياخد مني اي حاجة، وقال لي لو احتجتي اي حاجة في اي وقت انا موجود. ومشيت من عنده. وفعلا ما بقالي فترة كده ما بقاش يجيلي كوابيس او اي احلام. قعدت لمدة شهر بس بعد كده لقيت الكوابيس والاحلام المرعبة بترجعلي تاني. والحمل فضل متأخر برضه وما حملتش الا بعد حوالي 3 شهور. بس الحمد لله ان انا في الاول وفي الاخر بقيت حامل، بس مش عارفة اذا كان هو السبب ولا لا، وبسأل نفسي كل يوم يا ترى هو السبب في موضوع الخلفة ده ولا لا. بس في نفس الوقت حاسة ان اللي عملته ده غلط، بس انا ما كانش قدامي اي حل تاني علشان كده لجأت لكده. عرفت بعد كده ان اللي انا عملته ده كان غلط كبير قوي، وحسيت ان انضحك عليا، والمفروض ان انا كنت اصون نفسي وما كنتش هوافق على اللي طلبه مني. المشكلة دلوقتي انه حاليا بقاله كده اسبوعين عمال يتصل بيا وبيطمن عليا كل شوية، ولقيته بيهتم بيا قوي. وبصراحة بقى في بينا كلام حب، والموضوع قلب لحاجة تانية خالص، ان انا بدأت ان انا احبه وحاسة ان انا اتعلقت بيه زيادة عن اللزوم. ودلوقتي بيطلب مني ان انا اروح له تاني، مش عارفة اعمل ايه.
وبصراحة أنا من جوايا نفسي أروح وعايزة أروح، بس أنا مانعة نفسي عنه، ومش عارفة اللي حصل لي ده حصل لي إزاي. هل هو سحرني مثلا أو عمل لي سحر بحيث إن أنا أنجذب ليه وأحبه، ولا إيه اللي حصل لي؟ وبيجيلي أوقات بحس فيها بالندم وإن أنا عايزة أرجع عن كل اللي بعمله ده. فياريت تقولوا لي أعمل إيه وأتصرف إزاي في المحنة اللي أنا واقعة فيها دي وفي المشكلة. وأنا بعتلكم هنا على القناة، فياريت تكتبولي بدون تجريح وتساعدوني في حل المشكلة، وأنا مستنية كل آرائكم.